من داخل كورنيش الكوفة صراحة موقف مخزي مخزي ومخزي. أهل الكوفة ناس طيبين، النظافة عندهم كلش حلوة، بس الناس يعني مع احترامات اللي زينين، الناس اللي تجي للكورنيش وبس معه يعني انت هسه تكرس حب اوكي تشرب شاي، هذا المنظر شنو معناته؟ بس تفتهم هذا المنظر شنو معناته؟ يعني تخيل بيتك يصير هذا المنظر انت تسويه ببيتك زين وتردون كورنيش نظيف. شلون يصير الكورنيش النظيف؟ يلا تفضل انت وياي، شلون يصير نظيف؟ باع الاندوم وين يذبونه بس باعوا، باع الاندوم باع الحب، باع القشر مالت الموز، باع الكلينيس، باع الوساخه بس باعوا. باعوا انتم وياي يلا باعوا. هاي النظافه اللي نحكي عنها، هاي النظافه. بس اريد اسالكم سؤال، هاي الحاويه لمن مخلينها؟ المن مخليها هاي الحاويه؟ يلا المن، اذا الزباله هناك تنذب زين هاي الحاويه المن. واتمنى من شخص شاف هذا المقطع انه هذا الخطا ما يتكرر، لان هاي مدينه مقدسه. اللي اتمناه من يمكم اكو حاويات تخلون بيهن النفايات.